زيكم يا أبطال، كل تحدي جديد هو فرصة إننا نثبت لنفسنا إننا نقدر. يلا نبدأ مع مسألة شيفلاند ونشوف إزاي نحلها خطوة بخطوة. مبدئيا كده قبل ما نبدأ أو قبل ما نقول أي حاجة، أحب أقول لكم حاجة، إن لو حد فيكم مثلا كان بيكتب مثلا رايت كود، أو مثلا حل الكود بعد ما خلصت الفيديو أو بعد ما شرحناه ولقى إن في ايرور كده، أو حس إن في حاجة غلط بس هو متأكد أو مش لاقي الغلط، انا سايبه لكم اللينك بتاع الجيت هاب بتاعي اللي عليه كل المسائل محلوله. انا حاطه الاكواد كلها بتاعت المسائل وبالاسماء المسائل، هتلاقوها. هسيب لكم اللينك بتاع الجيت هاب بتاعي تحت في الكومنتس، وهو اصلا كده كده موجود كمان في الديسكربشن بتاع القناه نفسها. يلا بينا نبدا. اول حاجه عندنا مسألة اسمها شيفلاند جيمز. هي حاجة كده شبه الكيدز اريا، أو حاجة بتبقى أكبر شوية زي نيفرلاند والحاجات دي، أو ديزني لاند والحاجات اللي هي بتبقى كبيرة دي. طيب بيقول لي ايه بقى؟ بيقول لي ان شيفلاند في حاجه اسمها التنس جيم involves four referees. في لعبه او رياضه، رياضه التنس متكون منها 4 حكام. ريفريز يعني حكام، او ريفري الواحده كده من غير اسم معناها حاجه. تمام ماشي. بيقول لي ايه بعد كده بقى؟ بيقول لي each ref has to point out whether he considers the ball to be inside limits or outside limits. يعني هو عايز انه يقول لي يعني ان إن لو كانت الحكام كانوا كلهم، لو يعني الكورة دخلت في حدود معينة، مع الكورة لما تعدي الحدود ما بتبقاش جول، ما بتتحسبش نقطة. لكن لما بتبقى جوه الحدود اللي ليهم، انا معرفش هي قد ايه بصراحة، لما تبقى جوه الحدود بتبقى ايه، بتبقى جول عادي، او بتبقى نقطة للفايز. بس هنا بقى في شرط، الشرط ان اربع حكام يكونوا انه يكونوا واثقين، او مش يعني مش ايه اللي هو مش زي معترضين، يعني مش معترضين ان هي جون او مش جون. يعني لو حاكم واحد بس معترض ان هي مش جون، يبقى هي فعلا مش جون. هو ده الشرط. فبيقول لي the ball is considered to be in if and only if all the referees again that it was inside limits. نفس الكلام اللي انا قلته، لو هي ان ولو كانوا كلهم معترضين مش هتبقى ان، وهكذا. بيقول لي برضو هنا given the decision of the four referees، هو نفس الكلام اللي انا لسه شرحه دلوقتي. طيب عندنا كده نوت، الريفرز بيتكونوا من 4، والاوت بتاعنا اللي هنخرجه اللي هو الان والاوت. هنسيب ده دلوقتي ونرجع لها تاني. طيب عندنا الانبوت فورميت، اول حاجه انه يتكون من تيست كيس. طيب وايه دول بقى؟ ايه بقى الحاجات الحلوه اللي انت كنت كاتباها اصلا دلوقتي في النوتس؟ ايه بقى الار 1 والار 2 والار 3 والار 4؟ الار 1 ده عدد كل حاكم، او يعني ده زي اسم كل حاكم. ار 1 ده اول حاجه، ار 2 ده تاني حاجه، ار 3 ده تالت حاجه، ار 4 ده رابع حاجه. هو ده ده زي اسم كده. طب يلا بقى ايه، نكتب الحاجات زي ما احنا اتعودنا عليها. يلا بينا. عندنا انتجر كده. A few moments later. تمام كده. كتبنا الحاجات اللي احنا قلنا ايه اتعودنا عليها. يلا بقى ندخل كده على الاوتبوت. الاوتبوت بيقول لي ايه؟ بيقول لي each test case output in واوت. هو عايزنا نطلع له اللي يبقى ان واوت. طيب عندنا طبعا تالت نوت اللي انا سبتها دي، اللي هي دي، ان دي الحاجات الانتجرز اللي هتتخزن، يعني. تمام. طيب بيقول لي بقى هنا بقى نبدا الكلام، هنا بقى نبدا الشغل والحاجات الايه الصح يعني. بيقول لي ان الانبوت عندنا 4 test cases. تمام ماشي. وعندنا اول تيست كيس بيقول لي 1100 طلع لي اوت، وبعدين قال لي 0000 وطلع لي ان، وبعدين طلع لي 000 و1
وطلعت اوت، وبعدين قال لي 1 1 1 واوت. طب ايه بقى الحاجات الحلوه دي وايه الحاجات الغريبه دي؟ انا هقول لكم دلوقتي كده. تعالوا بس نطلع كده فوق عشان انا قصدي اعملها. انا هنا شرحت لكم، قلت لكم الانبوت، وشرحت لكم ممكن يكون معظمكم خد باله ومعظم لا. ايه هي بقى؟ انا شرحت دي وسبت دي وعديتها ودخلت على الاوتبوت فورمات، ودي من اهم الجمل اصلا، دي جمله مهمه جدا. هي ايه بقى؟ بيقول لي لو كان الار اللي هو اي حاكم من الحكام دول قال ان هي زيرو، يعني مثلا لو كان الاربع حكام متفقين ان هي زيرو يبقى هي دخلت. يعني لو الار قال ان هي الار بتساوي 1، ان لا سوري، الار لو بتساوي زيرو ان هي ان، ولو حد من الحكام قال انها 1 يبقى بتساوي اوت. ماشي. وطبعا في جمله انا قلتها فوق لما كنت بشرح، قلت ايه؟ ان لو كان في حاكم واحد بس معترض ان هي مش جون يبقى فعلا مش جون. خلينا ننزل نرجع تاني. بيقول لي ايه بقى هنا؟ بيقول لي السيمبل 1، بيقول لي 1 1 0 0 طلعت اوت. طب ليه؟ طب ما هي اصلا قد بعض، يعني اتنين قالوا ان هي ان واتنين قالوا ان هي اوت. بس انا قلت لكم ايه؟ ان لو كان على الاقل واحد بس معترض يبقى هي فعلا اوت. طب واللي بعدها الاربعه متفقين ان هي ان، فهي ان فعلا. طيب الثلاثه متفقين ان هي جوه بس واحد بس اللي معترض يبقى اوت. طب الاربعه معترضين يبقى هي اوت. هي دي الفكره. يبقى احنا عندنا كده بقى بداية كده يبقى في الكود بتاعنا في اف. طب ليه في اف؟ لان انا بقى كأني هقول له لو كانت كذا هتبقى كذا، يعني لو كانت ان هتبقى ان يطلع لي ان، لو كانت اوت هتطلع لي اوت. ففي اف في اف والس. ماشي، حلو جميل، كلام جميل. نكتب الاف بتاعتنا بقى. الاف بتاعتنا شويه طويله فانا هرجع ورا كده عشان ما تاخدش مساحه. هنعمل كده، نحط القوس، نبدا بقى. هنعمل ايه بقى؟ هنعمل ار 1. حلو. انا هعملها لكل حاكم من الحكام دول، وهعملها له زيرو سوري ايكوال زيرو. ايه ده؟ طب ايه ده؟ يعني ايه يعني الكلام ده؟ ما انا قلت لكم ايه؟ انا قلت لكم زيرو دي معناها انها ان، فانا عايزه اقول ان لو ار 1 قال ان هي ان هيطلع لي ان. هعملها بقى على كل الارات، على كل حاكم من الحكام دول. طب دول عايزه اعمل و هعمل اند. انا كنت شارحه قبل كده اند دي اعتقد في المساله اللي فاتت. والار 2 هعملها كذلك ايكوال زيرو، واعمل اند. اعمل الار 3 ايكوال وبرضو زيرو، واعمل اند. الار 4 ايكوال وبعدين زيرو. جميل، كلام جميل، تمام، حلو قوي. سوري كده، وننزل خط ده. تمام. طيب انا دلوقتي عايزاه يطلع لي سي اوت كده ان هي ايه ان. تمام. طيب نقفل بالمساعدين ونكتب الاند لاين. حلو. نطلع بره القوس الكيرلي بتاع الاف ونكتب الالس، ونحط القوس الكيرلي وننزل نكتب السي اوت، بس هتبقى اوت بقى المره دي. سوري، اند لاين، وخلاص وخلصت المسألة. سهلة، هي اصلا سهلة جدا. تعالوا نشوف ايه الغلط. سوري، انا ما قفلتش بالمساعدين. شفتوا بقى؟ شفتوا ممكن حاجة تعمل ايه؟ تبوظ لي الكود كله اصلا. نعمل رن اهو، طلع لي اوت ان اوت. طب انا مثلا اشمعنى حطيت الزيرو؟ ليه ما احطش 1؟ براحتك، بس هيبقى في حاجة بس مهمة تعملها، ان انت بدل ما تحط هنا اوت هتحط هنا ان. ينفع تعمليها؟ طبعا ينفع اعملها. هنعملها معاكم. هي 1 وهي 1، هي تطلع نفس الناتج على فكرة، وتطلع صح جدا، يعني مش هيبقى فيها اي اعتراض. واحنا كنا قبل كده كان في مسألتين اعتقد او 3، انا مش فاكرة هما كانت في مسألة كانت كده برضو ان احنا ممكن نبدل عادي. بس هنكتب هنا اوت عشان هنكتب ان، وهنا نكتب الان ونعمل رن. شوف تطلع تاني ولا لا. ايه ده؟ ثانية اتأكد انه انا عاملاها كلها صح.
آه، مم، مش ثانية. طب تعالوا كده نراجع كده حاجة. ممكن نشوف مثلا يكون ما كانش عايز ان احنا نحط له 1. ماشي، يبقى هو كان تمام، الغلط من عندنا. بس على فكرة لو هو كان عامل انه ينفع ان نحط 1 كانت ممكن، على فكرة كانت ينفع احط 1 واكتب اوت واحط بدل ان عادي، يعني مش هتبقى غلط. احنا قبل كده اصلا عملناها قبل كده في فيديوهات قبل كده. كانت في مسألة شبهها كده ان احنا ممكن نبدل، وكانت بتتبدل عادي جدا. بس طبعا على كل مسألة على حاجة، على حسب كل مسألة يعني. تمام، فاحنا هنعمل كده نرجع تاني عادي، مفيش مشاكل خالص، ولا كأن حاجة حصلت ولا كأننا شفنا حاجة اصلا. عادي يعني، مش هنوتر نفسنا ولا اي حاجة. وبعد كده نعمل سبميت. ماشي اهي المسألة كده خلصت. وكده نكون خلصنا حل مسألة شيفلان. متنساش ان كل مسألة بتحلها بتقربك اكتر انك تبقى مبرمج محترف. ادعمني بقى باللايك والاشتراك، مستعد للتحدي اللي جاي. باي.